مساء النور يا كابتن حازم، ازي حضرتك؟ اخبارك يا بطل؟ كله كويس؟ كله تمام الحمد لله. اخبار التمرين ايه؟ اخبار نادي الزمالك معاك يا مؤمن؟ الحمد لله، يعني ماشيين بشكل كويس وربنا يكرمنا، يكون بس اقرب بطوله بس الكاس دي وربنا يكرمنا فيها يعني. نفسك الكاس يتلعب يا مؤمن طبعا؟ نفسي يعني، انا جاهز من الزمالك بهدف اني اقرب الكاس، بعد كده ان شاء الله الدوري، بعد كده بطوله افريقيا، فان شاء الله ربنا يكرمنا في اول بطوله بس نكون في اشتراك ليا مع النادي الزمالك. مؤمن، اول تمرين ليك في نادي الزمالك كان احساسك ايه؟ يعني انت ناس كتير بتتكلم على مؤمن وانت عايز تروح وعايز تيجي الزمالك، لكن اول تمرين ليك لما نزلت ملعب حلمي زموره احساسك كان ايه يا مؤمن؟ لا، احساس كابتن حازم يعني مش قادر والله اوصفه لغايه دلوقتي يعني. يعني من داخله من على البوابه، يعني نادي الزمالك كنت تسمع ان نادي الزمالك نادي كبير، بس تخش في الاوضه يعني مع يعني طبعا مع كابتن عبد الواحد وكابتن احمد حسن وكابتن فتح الله والناس الكبيره في الفرقه. يعني الناس دي اول ما بتخش تسلم عليك، ربنا يكرمك معانا، تشد حيلك، احساس صعب ان انت تبقى موجود في الناس دي. فانا يعني انا حابب ان انا اكون موجود في نادي الزمالك الفتره دي ان شاء الله، ربنا يكرمنا مع اللعيبه دي ومع مجلس الاداره، نقدر نحقق بطوله نادي الزمالك يعني ان شاء الله. طب مؤمن، يعني انت جاي في ظروف خروج الفرقه من بطوله افريقيا، هجوم جماهيري على الفريق وادائه، ما خفتش انك تيجي في الفتره دي مثلا تروح نادي يعني الدنيا سهله فيه والدنيا ابسط بشكل جيد؟ يعني ده قرار صعب برضه لعيب كوره، كان قرارك ازاي؟ بص يا كابتن حازم، والله بكل صراحه يعني انا جاي نادي الزمالك، انا بتعامل مع كيان نادي الزمالك، يعني نادي الزمالك اسم كبير يعني. هيحصل مشاكل مع الجمهور وفي الالتراس وكل حاجه، بس انا جاي مع نادي الزمالك، نادي الزمالك اسم كبير، فانا جاي العب في نادي الزمالك مش خلينا ان امشي العب اللي هي سنه ونص وامشي، لا انا جاي نادي الزمالك ان شاء الله يعني لمده كمان اجدد عادي بعد سنه ونص دي ان شاء الله يعني باذن الله. فانا جاي ويكون عندي حافز كبير ان انا اثبت وجودي في نادي الزمالك، من خلالها خلاص تبقى قريبه من منتخب مصر، دي اهم فرصه ليا فيه، وان شاء الله ربنا يكرمنا نصعد كاس عالم، دي الواحد يبقى موجود، فرصه كويسه من نادي الزمالك، متشاف مرايه كل الناس، ان شاء الله واحد ربنا يكرمه مع نادي الزمالك الفتره الجايه دي باذن الله ان شاء الله. ايه اهم حاجه قالها لك كابتن حلمي طولان في التمارين او في التمرين الاولاني يا مؤمن؟ كان ايه اهم التوجيهات؟ اهم توجيهات كابتن حلمي ان انت، انا جايبك لعيب كبير، ان انت تفيد النادي وتستفيد من النادي وتستفيد من زمايلك وخبرات زمايلك اللي موجوده هنا، وان شاء الله ربنا يكرمك معانا يعني الفتره الجايه دي باذن الله. بس كل ده يا كابتن بين قوسين لازم يكون في بطوله، يعني يا كاس يا دوري اي مسابقه، ان الواحد من خلالها يقدر يؤدي حاجه للنادي يعني. بشكرك يا مؤمن، شكرا جزيلا، اتمنى لك التوفيق ان شاء الله.